اسمحي لي أقول أن المجازر ما زالت مستمرة وهي تتنقل من مكان إلى آخر. هناك أمر خطير سمعناه اليوم، الجيش وزع كمامات على الحواجز العسكرية في بلدات جبل الزاوية، وهذا أمر خطير لأنه يعني بصريح العبارة أن هناك نية لاستخدام أسلحة كيماوية محرمة دوليا. كما قلت هناك مجازر ترتكب. الجديد أيضا اليوم هو قيام الطيران الحربي السوري بقصف بعض مناطق حمص. هذا الأمر خطير جدا ويعني تصعيدا خطيرا في العمليات الإجرامية. هي حرب إبادة، ونناشد المجتمع الدولي الآن بضرورة إقامة حظر جوي فوري فوق معظم المناطق المنكوبة في سوريا والتي تعرض لقصف عنيف. هناك قصف بالراجمات، بالصواريخ، بالدبابات، بالمدافع الثقيلة. الجيش يشنها حربا استئصالية. أقولها بصراحة، الموقف الروسي هو الذي شجع على هذه المجازر. أمس قال مدير المخابرات العسكرية مدير المخابرات الروسية لنظيره السوري: متى سنتناول الغداء في حمص؟ بمعنى أنهم يطلبون تصعيد العمليات العسكرية لإنهاء الثورة السورية. في هذا الإطار أستاذ في هذا الإطار أنت في لندن، ولكن بالطبع لديك معلومات عما يجري في حمص. إلى متى باستطاعة حمص أن تصمد إزاء هذه الحملة العسكرية، وإلى متى يستطيع الجيش السوري الحر المنشقون الصمود أيضا في وجه الجيش السوري النظامي؟ شعبنا أعزل، هناك فقط العشرات من أفراد الجيش السوري الحر، هم لا يملكون أسلحة ثقيلة توازي أسلحة النظام. النظام يقصف المناطق من بعد كيلومترات، يعني هناك راجمات صواريخ مختلف المناطق وعلى بعد كيلومترات لا يمكن أن يصلها الجيش الحر، ولا يملك الأسلحة الثقيلة التي يستطيع بها أن يرد الأذى عن شعبه. هذا الأمر بات يحتاج الآن إلى تدخل دولي صريح. شعبنا يبادل الآن بكل الأسلحة، أسلحة ثقيلة، بالصواريخ، بالطائرات. ماذا نفعل؟ لا يمكن إيقاف هذه المجازر إلا من خلال تدخل دولي مباشر. نحن نطلب الآن فعلا توفير الحماية للشعب السوري، وهذه الحماية تبدأ بكل شيء ولا تنتهي بالتدخل العسكري. أنا أقولها الآن صراحة، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. شعبنا يباد يوميا. يوجد الآن أكثر من 100 شهيد اليوم في مختلف المدن السورية. في حمص وحدها تجاوز العدد 70 شهيدا. ماذا نفعل؟ هل نظل نقول سلمية سلمية؟ هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. هي حرب إبادة حقيقية. طب هل لديكم يعني معلومات عن تعاون ما؟ يعني أنتم تطلبون اليوم، هناك أطراف في المعارضة تطلب تسليح الجيش السوري الحر، هناك أطراف أيضا تطلب التدخل العسكري، ولكن كما نعلم يعني مشروع يدين العنف في سوريا ويبادر لحل الأزمة فشل في مجلس الأمن، فكيف بالتدخل الخارجي؟ هل لديكم معلومات كمعارضة، معلومات واضحة باتجاه دعمكم بوجه النظام؟ اسمحي لي اوضح لك. اولا، التدخل الخارجي حصل منذ اليوم الاول. روسيا تشحن السلاح ولم يتوقف السلاح الروسي عن الوصول الى سوريا، بل قدموا لهم اسلحة جديدة متطورة. شاهدنا بعض القذائف التي تشير الى وجود اسلحة جديدة مدمرة. ايضا هناك تدخل عسكري ايراني وتدخل من حزب الله. يعني هل فقط المسموح ان تساعد روسيا النظام ومعها إيران وحزب الله، وأن يبقى الشعب السوري معزولا ويعاني حرب إبادة؟ طب أستاذ بسام، والطرف الآخر الجيش السوري الحر من أين يأتي بأسلحته اليوم؟ نعم، الجيش السوري الحر لا يملك إلا أسلحة خفيفة. يعني هو يملك البنادق فقط، لا يملك أي سلاح آخر. لو كان الجيش السوري الحر يملك أسلحة ثقيلة لقلنا أن هناك محاولات لصد أي هجوم. لا نستطيع الآن صد أي هجوم بالراجمات وبالطائرات. ماذا نفعل؟ هل يملك جيش الحر أسلحة مضادة للطائرات؟ هل يملك راجمات للرد على راجمات النظام؟ هم فقط كانوا يدافعون عن المظاهرات، يحمون السكان من اقتحام الشبيحة للبيوت وللحارات. هذا مستوى تسليح الجيش الحر. لا يمكن الحديث عن جيشين متقابلين. يعني هناك جيش يملك كل شيء، وجيش لا يملك سوى أسلحة بسيطة لا توفر إمكانية الدفاع عن النفس. ولذلك نقول الآن يجب إقامة ممرات إنسانية، يجب إقامة مناطق عازلة، يجب
فرض حظر جوي فعلا لمنع الجيش من قتل الناس.